سد المنصور الذهبي أو بتمكينها من استغلالها في مشاريع تنموية. الأسرة تقول إنها تحتفظ بوثائق تثبت ملكيتها للعقار وكونها لم تستفد بعد من التعويض منذ إنشاء السد. ربورتاج عبد اللطيف بن طالب ومولودي زين الدين. البناية القديمة هذه قصبة نالت منها السنوات، توجد وسط بحيرة سد المنصور الذهبي. أسرة تقول إنها مالكة أحد أجزائها لم تستفد بعد من التعويض المقدم لإفراغ المكان قبيل إنشاء السد. الفلوس من البراج. كنت تسلمت تعويض أملاك أسرة إيتقاسي عن بعض الأملاك دون دار لنا وسط القصبة بدعوى عدم إمكانية وصول الماء إليها. ما دخلاتش هذا الدار اللي كان في القصبه ضمن هاد الاملاك اللي تحصات، وهذا ما اللي دفع بالسيد قاسي عبد الرحمن اللي كان هو وكيل ديال العائله ديال ايتقاسي باش يمشي يسول في العماله ويستفسر على ان على السبب ديال انه لما ما تعوضتش هذه القصبه هذه الدار هذه. قالوا له ودي لانه راه جايه في واحد الجبل عالي. حسب معطيات الورثة، عائلة قاسي تملك جزءا من القصبة بعد شرائه من مالكين يهود هاجروا المنطقة، وعقد البيع مسجل بورزازات سنة 62 من القرن الماضي. هي 2001 تنظم هنا واحد النشاط اللي هو حفله ديال راس السنه اللي تنظمات من طرف جهات، وهاد المساله هذه استدعات من السيد عبد الرحمن باش يجي يقول لهم اودي راه ما عندكمش الحق باش تنظموا لنا هذه المسائل هنا، مادام جهات معينه بيستغلوا بكل استغلال ديال هذا المكان، فاحنا اولى. ان كان بالامكان ان تستغل هذه القصبه استغلالا ربما من طرف سياحيا من طرف المعنيين بالامر او من طرف الجماعه، نطالب بتسويه الوضعيه هذا الملف. اتصلنا وراسلنا مصلحة الماء بوكالة الحوض المائي لورزازات دون التوصل بجواب حول المسألة التي خرجت للوجود بعد عقود من تاريخ بناء سد المنصور الذهبي.